ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. النهارده هعمل معاكم مسقعه بطريقتي الخاصه، بجد طعمها حلو قوي وفي تكايه كده بسيطه هعملها. اتمنى ان انتوا تجربوها واستنى رايكم في كومنت. اول حاجه انا جبت الطاسه وحطيت فيها شويه زيت كده حلوين، ونزلت عليهم ب4 فصوص توم مفرومين، وطبعا ده على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وكنت مقطعه فلفلايه كده حاميه تديها كده تيست وشطشطه حلوه قوي. وهبتدي اللي انا اشوحهم كده مع بعض، واول ما التوم ريحته تطلع وهيبتدي اللي هو يتحمر معانا ويغير اللون بتاعه، هنزل عليه بشويه خل صغيرين. قبل ما نكمل وصفتنا عايزاكي تعملي اشتراك وتكتبي كومنت حلو منك يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، وايه الوصفات اللي انت عايزاني اعملها معاكي، ولو في اكلات معينه انت مميزه بيها يا ريت تكتبها لي علشان اجرب. اول ما التوم اتشوح معايا نزلت عليه بشويه خل، وهبتدي ان انا هكون مقطعه كده طماطم قطع صغيره، وهبتدي انزل عليها على الثوم. هسيبها بقى تنزل الميه بتاعتها وتستبك معانا شويه، وعلى ما تستبك هروح اقلي البتنجان. انا شويت البتنجان في شويه زيت صغيرين علشان ما يشربش زيت، والمسقعه تبقى ايه لحد ما خفيفه معانا. حطيت في الطاسه شويه زيت صغيرين، وابتديت ان انا اقلي البتنجان اشوحه كده تشويحه بشويه زيت صغيرين. وكمان انتوا عارفين ان الزيت بقى غالي، فاحنا بنحاول نوفر زيت على قد ما بنقدر، فحبيت ان انا اشوحه كده بشويه زيت صغيرين. وقليت البطاطس وقليت الفلفل الرومي، انا اول مره اجربها بالبطاطس، قلت اغير بس هي عجبتني الصراحه. بس دي خلاص التسبيكه، خلاص الصوص بتاع المسقعه استبك معانا، وهبتدي ان انا ابهره بملح وفلفل وكمون وبهارات وبابريكا، وهبتدي احط عليه معلقه كبيره من الصلصه وشويه ميه كده اللي هو ايه يتسبك. وما تنسوش مع اي صلصه طماطم او اي طماطم انت بتعمليها حطي عليها شويه سكر صغيرين عشان دي بتعادل الحموضه بتاعتها. هبتدي بقى ان انا اقلبها، هي خلاص كده الصوص يكون جاهز معانا. هبتدي انزل عليها بقى بالبتنجان والبطاطس والفلفل، وهنزل عليه على التسبيكه اللي احنا عملناها مع بعض دي، بجد خطيره طعمها حلو قوي. تست الفلفل اداها طعم وشطشطه حلوه قوي بسيطه، ما هياش حراقه قوي، والخل برضو اداها مزازه حلوه قوي. هبتدي بقى ان انا اقلبها كده بشويش، ما تقلبهاش كتير علشان البتنجان ما يتهريش معاكي. وبس كده هي خلاص تكون جاهزة. انا بقى بحب اكل المسقعة تاني يوم، لان كل حاجة بتبقى واكلة من بعضها كده، وبحبها تبقى ايه باردة ساقعة يعني من التلاجة. هي كمان اسمها مسقعة واسمهاش مسخنة. انا حتى لما باكلها تاني يوم مش بسخنها، بحطها كده في نفس السقعية بتاعتها، بسيبها بس تهدى من سقعية التلاجة. بس انا عايزاكم بقى تجربوها بنفس الطريقة دي، بجد الخل بيديها طعم حلو قوي. وهستنى رأيكم في كومنت، وتشجعوني ان انا انزل فيديوهات اكتر، وتكتبولي الوصفات اللي انتم مميزين بيها. ولو انتوا تعرفوا اكلة جديدة انا ممكن اعملها ياريت تكتبوها لي بالطريقة.